2 غواصين بيقوموا بأول غطسة من نوعها في جزء طويل تحت المياه من كهف أوغوف أوغن أولويد في جنوب ويلز. هما عند الحدود المعروفة لأحد أعقد الكهوف في المملكة المتحدة، وبيحاولوا يكونوا أول ناس يعدوا الجزء المغمور ده من الكهف. المكان ده بعيد جدا. هما بالفعل غطسوا من خلال 3 ممرات مغمورة تحت المياه، وزحفوا ومشوا أميال في الكهف الجاف عشان يوصلوا للمكان ده. هما غطسوا لأبعد نقطة يقدروا يوصلوا لها في الممر المجهول ده، ووصلوا بمخزون الهواء لأقصى حد لحد أقصى درجة لما لقوا اللي كانوا بيدوروا عليه. وهما بيتبعوا الضفة دي اللي بتطلع لفوق ناحية السطح، أدركوا إنهم عملوا حساب غلط كبير. في صيف سنة 1974 مارتن فار وروجر سولاري كانوا عايزين يحققوا إنجاز جديد بإنهم يوصلوا أبعد وأعمق من أي حد تاني في واحدة من أصعب وأشهر الكهوف في المملكة المتحدة. الاتنين دول بيعتبروا من أحسن غطاسي الكهوف البريطانيين في جيلهم. مارتن فار عنده 23 سنة وهو غطاس كهوف. هو بيستكشف الكهوف من وهو عنده 10 سنين، وبقاله 3 سنين بيغوص في الكهوف. وهو عنده 23 سنة بقى بالفعل غطاس كهوف استكشافي متمكن ومعروف كويس وسط مجتمع غطاس الكهوف في المملكة المتحدة. بقاله 3 سنين بيغوص مع مستكشف كهوف وغطاس كهوف تاني اسمه روجر سولاري. سولاري عنده 24 سنة، والاثنين الغطاسين عندهم نفس مستوى الخبرة تقريباً. سولاري من غابة دين في غلوستاشر، وبيستكشف الكهوف وبيغوص من وهو عنده 12 سنة. روجر سولاري غطاس كهوف ملتزم وقوي. هو معروف إنه شخص ناجح، دايماً بيخلص رحلات استكشاف كهوف صعبة، وبيحقق تقدم أكتر جوا الكهوف، وبيحدد طرق جديدة تحت الأرض. مع بعض اكتشفوا واستكشفوا أميالاً من الكهوف الجديدة في ويلز وأيرلندا، وحققوا شهرة لنفسهم في المجال ده. فار وسولاري عايزين يتجاوزوا حدود استكشاف الكهوف، وبيستخدموا مهاراتهم في الغطس عشان يوصلوا لأخطر وأبعد أماكن تحت الأرض يقدروا يوصلوا لها. بس مش دايماً سهل عليهم يلاقوا التحدي الجاي اللي هيعزز سمعتهم. في أوائل السبعينات الكهوف الأفضل كانت غالباً محجوزة من غواصين تانيين. ممكن غواص تاني يكون وصل للكهف الأول أو حقق أكبر تقدم لحد دلوقتي، واعتبروا لنفسه بشكل غير رسمي. فار وسولاري كانوا محبطين من عدد أماكن الاستكشاف المميزة اللي مش قادرين يطالبوا بيها لنفسهم. منطقتهم الأساسية في جنوب ويلز، وواحد من أفضل الكهوف في المملكة المتحدة، أوغوف أوغن أولويد، قريب منهم. هم عايزين يستكشفوا الكهف ده، لكن في مستكشف كهوف تاني اسمه جون باركر بيستكشف شبكة الكهوف بالفعل. في الآخر الحظ بيقف في صفهم. بعد سنة من عدم النشاط بيلاحظوا إن باركر فقد اهتمامه في استكشاف الكهف أكتر. ده بيفتح الفرصة لفار وسولاري إنهم يكملوا استكشاف الكهف من المكان اللي باركر وقف عنده. الاتنين هيكملوا في الممرات المغمورة النهائية باتجاه المصب في أوغن أولويد. أوغوف معناها كهف بالويلزية. أوغوف أوغن أولويد هو نظام كهوف موجود في صخور الحجر الجيري في منحدر لانغاتوك في جنوب ويلز. هي موجودة غرب مدينة أبرجافيني، وعلى مقربة من المدينة الأصغر كريك هاول، وبأكثر من 20 ميل من الممرات التي تم مسحها. هي رابع أطول كهف في المملكة المتحدة. تم استكشاف الكهف لأول مرة بواسطة رجل اسمه براين برايس في عام 1949 و1950، ولم يحدث ذلك إلا في عام 1957 عندما تمكن نادي الكهوف في هيرفورد من اختراق أول انسداد صخري في الكهف، وهو عبارة عن مجموعة من الصخور أو الأنقاض التي تعيق المرور داخل الكهف. بعد تجاوز هذا الانسداد الصخري الأول ينفتح الكهف على نظام كهفي طويل ومعقد فيه مسارات مختلفة للاستكشاف. فيه ممرات واسعة فيها برك وتكوينات من الحجر الجيري وأجزاء مغمورة بالمياه. وبجانب إنه موقع شهير لمحبي استكشاف الكهوف، أوغن أولويد كمان يعتبر مكان مهم لبيات الخفافيش، وفيه مئات من خفافيش حدوة الحصان الصغرى النادرة بتروح الكهف كل شتاء علشان تبات فيه. بعد سنة 1957 كانت الاستكشاف الكبير اللي بعد كده في أوغن أولويد.
لما جون باركر بدأ يغوص في الممرات المغمورة النهائية مع اتجاه مجرى الماء، جزء واعد من الكهف ممكن يفتح لنا أميال من الأراضي اللي لسه ما اتكشفتش، بس الاستكشاف العادي واقف قدامه بسبب الممرات المغمورة بالمياه. ممكن تكون طويلة أو قصيرة، وممكن تكون ساكنة من غير مية بتجري فيها، أو نشطة وفيها مية بتجري باستمرار. باركر ومعاه غواصين تانيين كانوا بيغطسوا في الممرات المغمورة في أجين أولويد عشان يحاولوا يوسعوا حدود الكهف اللي معروفة لحد دلوقتي. بعد ما الغواصين بينزلوا في ممر مغمور، غالباً بيلاقوا نفسهم في الآخر طلعوا على جزء جديد ناشف من الكهف يقدروا يمشوا فيه. وباركر لقى أجزاء قصيرة ناشفة من الكهف بين الممرات المغمورة اللي غطس فيها. في آخر محاولة له، باركر وصل للحفرة رقم 3. امداد الهواء بتاعه قرب يخلص أثناء الغطس، وما قدرش يوصل لنهاية الممر المغمور عشان يشوف إذا كانت بتفتح على جزء جديد ناشف من الكهف. النهاردة أجين أولويد بقت موقع شهير لعشاق الكهوف، وللي مش عايزين يغوصوا عبر الممرات المغمورة فيه أماكن كتير يقدروا يكتشفوها في الأجزاء العليا. عشان تستكشف الكهف اللي معروف باسم آجي، لازم عشاق الكهوف ياخدوا تصريح عشان يحصلوا على مفتاح الدخول، وكمان لازم يسجلوا أسمائهم عند المدخل ويحددوا الطريق اللي هيمشوا فيه في حالة لو ضاعوا. من اللي فهمته، الكهف ده تحدي كبير. الأجزاء العليا الجافة ممكن تاخد من 6 ل 8 ساعات رايح جاي. المرور من خلال الممرات المغمورة النهائية في نهاية الكهف مع اتجاه التيار حاجة تانية خالص، ورحلة زي دي محتاجة تخطيط كويس. خلينا نقول إنه واحدة من الطرق العادية بتاخد 3 ساعات دخول و3 ساعات خروج، ومعاك شنطة خفيفة فيها مية وأكل. سولاري وفار لازم يشيلوا معدات الغطس بتاعتهم وأكتر من أسطوانة معاهم جوه الكهف. مش هيقدروا يشيلوا كل المعدات دي لوحدهم، عشان كده محتاجين مجموعة تساعدهم، والمجموعة دي كمان محتاجة حاجاتها الخاصة. في مايو سنة 1974 الاثنين كانوا جاهزين يبتدوا، كانوا مخططين لكل حاجة ومعاهم مجموعة صغيرة من أصحابهم زي الشيربة يساعدوهم. دول أصحابهم اللي بيحبوا الكهوف ومتحمسين يكونوا جزء من الرحلة، وكمان ممكن يتعلموا أكبر قدر ممكن عشان في يوم من الأيام يقودوا رحلتهم الخاصة. قبل الرحلة على طول، سولاري تصاب في ركبته. هو مش هيقدر يعدي الممر اللي طوله ميل والمعروف باسم الجدول الجنوبي، اللي لازم اللي بيستكشفوا الكهوف يزحفوا ويتحشروا نفسهم فيه عشان يوصلوا لنهاية الكهف عند البرك المغمورة، وخصوصاً مع كل المعدات اللي محتاجين يشيلوها. فعشان كده في أول رحلة اتفقوا إن فار هيروح لوحده. فار هيشوف يقدر يوصل لحد فين جوه الكهف في الرحلة دي، وبعد كده يقدروا يكملوا الاستكشاف مع بعض في وقت تاني. مش غريب على غطاسين الكهوف إنهم يغطسوا لوحدهم. الحقيقة إن أول ما تدخل كهف علشان تغطس، أنت فعلياً لوحدك أو مسؤول عن نفسك، حتى لو في غطاسين تانيين في البعثة. بقدر أتخيل إنه سولاري كان حاسس إنه بيتفوت عليه حاجة. هم كانوا بيخططوا مع بعض، وبعدين بسبب سوء حظ وإصابة سولاري اضطر يقعد على جنب. في آخر غطسة ليه، جون باركر اضطر يرجع وهو بيغوص في الحوض الثالث. الحوض الأول والثاني أقصر من الحوض الثالث، وباركر ما كانش معاه هوا كفاية يكمل أكتر في الحوض الثالث ويرجع يخرج من الحوض الثاني والأول. في طريق الرجوع كان داخل أكتر من 200 متر في الحوض الثالث لما قرر يرجع. بحساباتي كده المسافة دي أطول من الحوض الأول والثاني مع بعض. تقدر تتخيل تمشي في كهف مائي طويل ومظلم، وكل ما تلف في زاوية تأمل إن اللي بعدها توصلك لحجرة فيها هواء؟ ما حدش عمره راح هناك قبل كده، ولسه الكهف بيكمل. في لحظة معينة أتخيل إنك هتبدأ تحس إنه عمره ما هيخلص. كمستكشف أنت عايز تكمل، وكشخص عاقل أنت عارف إنك ما عندكش هوا كفاية علشان تفضل تلف في الأنفاق من غير ما تعرف إمتى هتنتهي. فار بياخد معاه شوية أنابيب أكسجين زيادة في المحاولة دي من خلال الحوض الثالث. هو عايز يتأكد إنه معاه هوا كفاية علشان يكمل ويوصل للنهاية، وهو داخل المية مش عارف إذا كان هيقدر يوصل أبعد من جون باركر ولا لأ. أنا متأكد إنه كان بيفكر يا ترى المسافة هتكون قد إيه، أو حتى لو فيه جيب هوا في الناحية التانية ولا لأ. ممكن يكون في النهاية مجرد طريق مسدود. على الأقل كان يقدر يحدد نهاية الكهف، بس يمكن فيه أكتر من كده، وده هو الحماس. وهو بيقرب من النقطة اللي باركر رجع منها أكيد بيسأل نفسه
لازم يكمل لحد فين عشان يعرف، وطلع إن المسافة مش بعيدة. بعد 30 متر بس من الحد اللي وصل له باركر بيطلع على السطح. الحوض الثالث طوله 259 متر. بعد ما بيطلع على السطح في الناحية الثانية بيكون أول واحد يكتشف جزء جديد ناشف من الكهف، من المياه. بينور بكشافه حوالين الكهف وبيشوف ممر ضخم بيختفي في الظلمة. بيطلع من المياه، بيشيل معدات الغطس وبيتحرك جوا الكهف. أقدر أتخيل إن ده النوع من الاكتشافات اللي غواصين الكهوف بيحلموا يلاقوه. هو أول واحد في التاريخ يروح المكان ده، وسولاري فاتها الاكتشاف الاستثنائي ده. فيه أجزاء طويلة من الممرات الواسعة المفتوحة سهل تمشي فيها، وفيها تكوينات حجر جيري وصخور مثيرة للاهتمام. فيه أجزاء لازم يعدي فيها بحذر من خلال شقوق ضيقة، وكمان فيه مناطق مظلمة وعميقة وجزئياً مغمورة بالمياه. الجزء الجديد ده من الكهف بيستمر لمسافة 550 متر قبل ما السقف يبدأ ينخفض. هنا بيلاقي فارر ممر غاطس تاني تحت المياه، اللي هو الممر الغاطس رقم 4 في أجين أورويد. فارر بيرجع ينضم لمجموعة البعثة بتاعته، والفريق بيبدأ يخرج من الكهف عشان يقابل سولاري، وبعد كده يروحوا على الحانة يحتفلوا. أنا متأكد أنه الاحتفال بالنسبة لسولاري كان لازم يكون فيه فرحة وحزن في نفس الوقت. أكيد كان هيكون متحمس وفخور بصاحبه فارر، وفي نفس الوقت حاسس بحزن شديد إنه فاتوا الموضوع. الاثنين حولوا انتباههم للحوض رقم 4. ثاني يوم بدأوا يخططوا للغوص، وغالباً قضوا شوية وقت وهم بيحلموا بالكهف اللي وراهم. بعد شهر، يوم السبت الموافق 15 يونيو 1974، فار وسولاري رجعوا تاني لاجين أولويد عشان يكملوا استكشافهم. حيغوصوا مع بعض، بس كل واحد فيهم حيشتغل كغواص منفرد. كغواصين منفردين، كل واحد فيهم مسؤول عن تصرفاته، وأي واحد فيهم يقدر يرجع في أي وقت ويسيب التاني يكمل لوحده. انطلقوا جوة الكهف بمعدات الغوص وفريق صغير يساعدهم يشيلوا كل اللي حيحتاجوه، ومستعدين لاستكشاف طويل. الغوص في الكهوف في حواجز المياه النهائية في إيغوناواس معناه إنك لازم تشيل معداتك وتعدي بيها أجزاء جافة وصعبة من الكهف لمسافات طويلة قبل ما توصل حتى للأجزاء اللي تحت المياه. بيمشوا وبيتسلقوا، وأوقات بيضطروا يزقوا نفسهم بالعافية وسط ممرات الكهف. فيه فتحات ضيقة جدا الواحد بالعافية يقدر يعدي منها. الفريق بينقل كل قطعة من المعدات من إيد لإيد وسط الممرات الضيقة دي. ما بينهم لازم يكون معاهم أكثر من 100 كيلو معدات يشيلوها جوا الكهف بس عشان يوصلوا لأول بركة مياه. فريق الدعم بيروح لحد أول بركة مياه، ومن هناك فار وسولاري حيكملوا لوحدهم. في بداية استكشافهم كل غواص بيشيل 3 تانك هواء وبكرة خيط عشان يمدوا خط يمشوا عليه في الأنفاق تحت المياه، وجزمة كهوف للجزء الجاف من الكهف. ال3 اسطوانات دول المفروض يكونوا كفاية هواء عشان يعدوا من أول بركة وتاني بركة، وبعدين يعدوا من البركة الثالثة ويدخلوا البركة الرابعة. هم بيأملوا إن الهواء ده يكون كفاية يوصلهم لآخر البركة الرابعة، وكمان يكون معاهم هواء كفاية عشان يرجعوا تاني من البركة الرابعة والثالثة والثانية والأولى. في الكهف الجاف اللي بين البركة الثانية والثالثة كل واحد فيهم بيسيب الاسطوانة اللي استهلك منها شوية هواء لحد النقطة دي اسطوانات صغيرة شبه الشرغوف، وهما حيستخدموها تاني وهما خارجين. بيكملوا بعد كده للبركة الثالثة ومعاهم الاسطوانتين اللي فاضلين. البركة الثالثة اللي طولها 259 متر بتعدي من غير أي مشاكل. لما بيطلعوا على السطح بيلبسوا جزم الكهوف وبيمشوا في الجزء اللي طوله 550 متر من الكهف اللي فار اكتشفه قريب، وبينزلوا ناحية بداية البركة الرابعة. هنا ما عندهمش مساعدة أصحابهم في حمل المعدات. الطريق صعب بس بياخد منهم نص ساعة بس عشان يوصلوا لبداية الغطسة الجاية. بيبصوا على البركة الضلمة اللي قدامهم وبيستعدوا ينزلوا المية. في اللحظة دي الغطاسين الاثنين في مكان معزول جدا. هما على بعد أميال تحت الأرض جوا كهف، وعلى وشك يغطسوا في ممر كهف مائي خطير ومجهول. الإنقاذ حتى في جزء جاف من الكهف
في مكان زي ده صعب جدا وحياخد وقت طويل عشان يوصل لهم. لو حصل حاجة غلط تحت المية انت لوحدك تماما. أقدر أتخيل إنهم حاسين بخليط من الخوف والحماس. هما قرروا بما إنهم الاتنين بيعملوا غطسة استكشافية إنهم لأول مرة في شراكتهم حيغطسوا قريبين من بعض. فار عادة هو اللي بيقود. آخر مرة فار غطس لوحده وعمل اكتشاف عظيم من غير صاحبه. هما عايزين يستكشفوا منطقة جديدة مع بعض. أنا متأكد إن فار عايز صاحبه يحس بإحساس الاكتشاف زي ما سولاري نفسه عايز يحس بيه، بس هما لسه بيغطسوا كل واحد لوحده. لو أي واحد من الغواصين حس بعدم الأمان في أي لحظة يقدر يرجع ويسيب التاني يكمل لوحده. هما بيبدلوا منظمات التنفس بتاعتهم على آخر أنبوبة مليانة معهم. الأنابيب اللي بيستخدموها للغوص في سومبي 3 ما بقتش مليانة، وبرضو حياخدوهم معاهم في الغطسة كاحتياطي في حالة الطوارئ القصوى. المفروض إن أنبوبة الاحتياطي يكون لها منظم خاص بيها، بس دول شباب صغيرين لسه في بداية حياتهم وما عندهم ميزانية لاحتياطات كتير. لو احتاجوا هواء من أنبوبة الاحتياطي لازم يستخدموا المنظم بتاع الأنبوبة الرئيسية. صعب جدا تبدل على أنبوبة الاحتياطي وانت تحت المية. الأفضل يتعاملوا في جيب هواء أو على الناحية الثانية من الحوض، بس الغواصين مش مخططين يكونوا في موقف يضطروا فيه يستخدموا أنابيب الاحتياطي. لقيت مقالة بتقول إنه أنابيب سولاري كانت فيها طفو إيجابي بسيط وهو كان وزنه أقل من اللازم. أنابيب الألومنيوم غالباً بيكون فيها طفو إيجابي بسيط، خصوصاً في نهاية الغطسة لما بيكون فيها هواء أقل. الألومنيوم أخف من الفولاذ. أنا متوقع إنه كان معه أنابيب ألومنيوم. لو معداتك طافية لفوق وإنت وزنك خفيف، يعني مش حاطط رصاص كفاية على الحزام عشان تعادل الطفو الإيجابي، هتضطر ترفس برجليك أو تعوم لتحت عشان تمنع نفسك من إنك تفضل تخبط في سقف الكهف. أنت دايماً مركز عقلياً وبدنياً في نفس الوقت، بتستهلك هواء أكتر لأنك بتعوم طول الوقت، وكمان لأنك دايماً مركز إنك ما تخبطش في سقف الكهف، وده بيزود الحمل الذهني عليك. بيقولوا إنه تنكات فار تقيلة وبتغوص لتحت. التنكات الحديد دايماً هتفضل تقيلة أو هتغوص. على عكس سولاري، فار بس بيزود شوية هواء في البي سي دي بتاعه وبيبقى متعادل الطفو. في الكهوف مهم جداً تكون متعادل الطفو، مش هتضيع طاقتك في السباحة لتحت، وكمان هيبقى في حاجة أقل تشغل بالك، وده هيساعدك تركز في إنك تاخد أفضل قرارات ممكنة. فار عادة بيغوصوا الأول، وراه سولاري. ده اللي خلى شغلهم الجماعي يتطور كده. مش متأكد بالضبط ليه. ممكن يكون فار معاه معدات أكتر أو عنده خبرة أكتر شوية من سولاري. لما جم يغوصوا في الحوض الرابع، سولاري بدأ الأول. أتخيل إني عشان فار غاص لوحده في الحوض الثالث واكتشف الممر الرهيب بين الحوض الثالث والرابع. دلوقتي هم الاثنين عايزين سولاري يكون أول واحد يدخل الكهف اللي بعد كده. سولاري بيمد حبل الكهف بتاعه من بكرة الغطس، وهو ماشي هيستخدموا الحبل ده عشان يلاقوا طريقهم جوه وبره النفق المغمور. سولاري معاه 122 متر من الحبل، وفار اللي ماشي وراه على طول شايل كمان 300 متر من الحبل. رغم ان ده مجرد تخمين، هما الاتنين متوقعين ان الغطسة في سومبي 4 هتكون طويلة. بعد حوالي 4 أو 5 دقائق سولاري بدأ يشاور إنه عنده مشكلة في الجيوب الأنفية. ده بيحصل مع سولاري كتير لما بيغطس لأعماق. دي حاجة كان لازم يتعامل معاها قبل كده. فر بيشاور له إنه لو في حاجة غلط لازم يرجع فوراً، بس سولاري باين عليه مصر وبيكمل أكتر. جوا سومب 4 قدام فار وهو بيمد الحبل بتاعه وهو ماشي. النفق اللي في سومب 4 بينزل لتحت، ولما سولاري بينزل الجيوب الأنفية بتاعته بتضغط أكتر بسبب ضغط المية. الألم بيزيد وده بيخليه متضايق أكتر وبيزود عليه الحمل النفسي. فار بيطمن عليه وبيسأله لو عايز يرجع، بس هو بيكمل. على بعد 120 متر من بداية السومب حبل الكهف بتاع سولاري بيخلص. البكرة الفاضية بتتقص وفار بيربط الحبل بتاعه في حبل سولاري، وبعدين بياخد هو القيادة. فار بيبص على عداد العمق بتاعه اللي بيقرأ 15 متر عمق مية. الممر اللي قدامه مكمل نزول أكتر. الغواصين الاتنين فهموا إن الغطسة دي هتكون طويلة وعميقة.
كملوا قدام. بيشدوا الحبل ببطء وبيعوموا وبيزحفوا في الممر تحت المية. فار بيبص على عداد الضغط بتاعه وبيشوف إنه قرب يوصل للحد الثالث بتاعه. غواصين الكهوف بيتبعوا قاعدة الثلاث تلاتات. تلتل الهواء في الأنبوبة بتاعتك بيكونوا للطريق للداخل، وتلتل الطريق للخروج، والتلت الثالث بيكون احتياطي للطوارئ. دي قاعدة بسيطة، بتغوص بتلت الأنبوبة بتاعتك وبعدين تلف وترجع. لو غصتي بنص الأنبوبة وبعدين واجهتك مشكلة خلتك تتأخر، مش هيبقى معاك هوا كفاية تطلع في الوقت المناسب. إنك تسيب تلت الهوا احتياطي ده إجراء أمان. فار عارف إنه لازم يرجع في خلال كام دقيقة. هو كمان عارف إن سولاري اللي معاه تنكات أصغر شوية هيبقى معاه هوا أقل منه شوية. فار كمل بعد ما وصل لحد التلت بتاعه. عدت كام دقيقة، بس فار قرر إنه هيكمل شوية كمان. أشار لسولاري إنه هيكمل وإنه لو محتاج يرجع. هو افترض إن سولاري هيرجع. سولاري غواص عنده خبرة ومسؤول ولازم ياخد القرار الصح. بعد ما أشار لسولاري، فار لف وكمل اللي كان فكره، استكشاف فردي في سومب 4. عندي إحساس بيغيظني إنه سولاري مصمم ما يفوتش الاكتشاف الجاي. شفت ده مع غواصين كهوف تانيين بيبان عليهم إنهم مهووسين بهدفهم. سولاري عنده مشاكل في الطف وجيوبه الأنفية، وده بيزود عليه الضغط النفسي. الممر بيكمل نزول لحد عمق 21 متر، وبعد حوالي 30 متر فار بيشوف منحدر حاد من الحصى من خلال المية العاكرة وبيطلع لفوق. هو بيتمنى إنه يطلع لجيب هوا أو أحسن من كده لكهف تاني. بيبص على عداد الضغط بتاعه، لقى إنه فاضله تقريباً نص تانك هوا. هو عارف إنه الاستمرار خطر. بالنسبة لي الموضوع مثير للاهتمام، إني أفكر في إيه اللي بيخلي الواحد ياخد قرار إنه يرجع. سولاري وفار بيخططوا للموضوع ده بقالهم شهور. لو رجع دلوقتي مين عارف هيستنى قد إيه لحد ما يحاولوا تاني؟ هل حد تاني هيسبقهم ويعمل الاكتشاف الكبير الجاي؟ كل معداتهم استخدموها عشان يوصلوا هنا. لو البعثة كان معاها معدات أكتر في معسكر القاعدة واسطوانات أكتر، كان قرار الرجوع هيبقى أسهل. فار بالفعل عمل اكتشاف كبير واحد، وغالباً عليه شوية ضغط إنه يكمل ويعمل اكتشافات تانية. ففيه دافع كبير إنه يضغط شوية كمان، وكمان لو لقى هوا هيبقى عنده وقت يقف ويرتاح، هيبقى عنده وقت يصفي دماغه، وبعد كده يقدر بسرعة يتابع خط الكهف ويرجع للكهف المذهل اللي اكتشفه في المحاولة اللي فاتت. أنا متأكد إن جاذبية اكتشاف كهف كبير تاني ليها دور برضه. هو بيجري بسرعة على بفة الحصى وهو بيأمل يلاقي هوا فوق. وهو بيطلع لفوق لسه باين إن ضفة الحصى هتكمل لحد السطح. بيبص على عداد العمق بتاعه، 1 متر من المية. هو تحت سطح المية على طول، بيدور على جيب هوا وهو مكمل جوه الكهف. فاره قريب جدا من سطح المية لدرجة إنه يقدر يمد إيده ويلمسها، بس كل اللي بيلاقيه هو سقف الكهف تحت مستوى المية على طول. بيبص على يمينه وبيشوف سقف الكهف ممتد على نفس المستوى ومفيش هوا في الأفق. بيقرر يغامر أكتر في اللي هو أصلاً مغامر فيه. بيسبح في الاتجاه اللي بيبص فيه وبيأمل إن سقف الكهف يعلى لفوق ويوصله الجيب فيه هوا. بيكمل على طول سقف الكهف، بدل ما الكهف يطلع لفوق بينزل لتجويف، وبعد أقل من 10 متر بيلاقي نفسه قدام حيطة رأسية. فر في ورطة، مفيش هوا. بيبص على عداد الضغط بتاعه وبيلاقي إنه فاضله أقل من نص تانك. معاه تانك احتياطي من الحوض رقم 3، بس هو عايز يتجنب يبدل منظم النفس تحت المية لو يقدر. تبديل منظم النفس من تانك لتانك تاني تحت المية صعب وخطير، بس ممكن تفكر فيه لو اتزنقت. الأحسن تتجنبه. النهاردة مستكشفي الكهوف الجادين مش هينزلوا من غير أكتر من وسيلة احتياطية ومنظم نفس على كل تانك، وهو محتاج تانك الاحتياطي عشان يرجع بيه من خلال الحوض رقم 3. هو فعلا لازم يرجع باستخدام الهواء اللي في التانك الأساسي بتاعه. التوتر في الموقف بيزيد، وفارر لاقى صعوبة إنه يفكر بشكل واضح. هو بيستعد ينزل لتحت وبعدين يطلع في الممر اللي بيرجع لبداية الحوض بأسرع ما يمكن.
وبعدين وهو بيستعد للخروج اللي ما كانش ممكن يتخيله حصل. هو شاف سولاري فوقه على سقف الممر بيدور على هوا. هو عمره ما لف وراه. فار بيروح يسبح ناحية سولاري وبيشاور له إنهم لازم يخرجوا من الحوض. سولاري ما ردش عليه بأي إشارة. إشارة فار كانت واضحة كفاية. فار رمى بكرة الحبل بتاعته على جنب عشان سولاري يتبعها وانطلق بسرعة على طول الحبل قدامه. هو وصل لأعمق نقطة في قاع كومة الحصى. نزل بسرعة وما عدلش ضغط ودانه كويس وهو نازل، ودلوقتي عنده ألم شديد. دماغه بتلف من خليط من التوتر والألم والمجهود البدني من محاولته يزحف بسرعة عشان يعدي النفق، بس لازم يفضل يتحرك. على مدار الدقايق الجاية هو بيزحف وبيعوم في المية العاكرة راجع للنفق. بيحاول يكون سريع ومنظم على قد ما يقدر، وفي نفس الوقت بيحاول ينظم نفسه عشان ما يضيعش الهواء القليل اللي فاضل معه. بيكمل راجع على الخط اللي مده من البكرة بتاعته، وقبل النقطة اللي فيها الخط بتاعه مربوط بخط سولاري ب122 متر من الكهف، والهواء النظيف بيوقف. بيقرر يستنى عشان يتأكد إنه سولاري وراه. بيحس إنه واقف هناك بقاله كتير، بس مع ذلك بيستنى. هو واقف هناك دقيقة واحدة بس، دقيقة طويلة جدا، ولسه على بعد أكتر من 120 متر من بداية الحوض. تانك الهواء الأساسي بتاعه قرب يفضى. بيفكر يرجع يدور على سولاري، بس عارف إنه ما عندوش هواء كفاية يرجع بيه جوه النفق تاني. لازم يخرج. بيكمل طريقه للسطح وهو بيحاول يفضل هادي على قد ما يقدر، وفي نفس الوقت بيتعامل مع صداع جامد. فار بيطلع تاني على السطح عند مدخل الحوض الرابع. أول ما بيطلع على السطح بيحس براحة رهيبة. الألم في ودانه فظيع وعنده صداع شديد. هو واقف في البركة وحاطط راسه في إيده لمدة حوالي 5 دقايق زي ما هو حاسس، وبيفكر إذا كان فعلا اتصاب إصابة خطيرة ولا لأ. مش لاقي أي مرجع للموضوع ده، بس أظن في حاجتين بيحصلوا. أيوة، هو فعلا ضغط على طبلة ودنه، وده ممكن يكون مؤلم جدا. وأظن كمان إنه ضغط على نفسه زيادة وكان بيحبس نفسه عشان يوفر الهواء. حبس النفس هو إنك تحبس نفسك لفترات قصيرة. تحت المية الضغط بيزيد، وعشان كده تأثير ثاني أكسيد الكربون لما تحبس نفسك ممكن يسبب لك صداع جامد جدا. في الآخر حقيقة الموقف والأحداث اللي حصلت في 30 ل 40 دقيقة اللي فاتوا بتبدأ تدخل دماغه. هو واقف لوحده في البركة. سولاري لسه جوه الحوض. كل اللي يقدر يعمله إنه يقعد ويستنى صاحبه يطلع. أفكار عن اللي ممكن يكون حصل، وبالمرحلة دي اللي غالباً حصل لصاحبه بتعذبه. مفيش حاجة يقدر يعملها غير إنه يقعد على الضفة ويستنى. بيبص على سطح المية على أمل يشوف الحبل بيتحرك. مجموعة من الفقاقيع الرغوية بتدور ببطء وهدوء على سطح المية. فار بيفكر يدخل المية تاني عشان يدور على سولاري. بعد انتظار مؤلم، فار أدرك إن بقى له ساعات، وفجأة فهم إنه ما فيش فايدة من إنه يفضل واقف في مكانه. قرر على الأقل يحاول يحمل فحص سريع لأول جزء من الحوض. هو معاه هواء قليل جدا، وده معناه إنه هيرجع تاني للمية باستخدام الأنبوبة اللي محتاجها علشان يطلع بيها من الحوض الثالث اللي طوله 259 متر. قرر إنه هيدخل ويبص برضه. لبس معداته ومشى في المية ومستعد يغوص. دلوقتي تقريبا أكيد هيلاقي جثة صاحبه من غير روح. شد الحبل برفق علشان يبقى مشدود قبل ما ينزل. هو مش عايز يتلخبط في حبل سايب، لكن لما شد اكتشف إن الحبل مرتخي. شد الحبل تاني علشان يبقى مشدود. الحبل كان بيجي معاه وهو بيشده، وفهم إن في حاجة غلط فيه. الحبل مش مربوط في أي حاجة. ما يقدرش يغوص على حبل سايب، فبيكمل يشده. لما يشد 130 متر من الحبل بعد العقدة اللي الحبلين متوصلين فيها، قريب من المكان في الممر المغمور بالمية اللي وقف فيه، واستنى وهو خارج يلاقي الحبل متقطع بسكينة. لما سولاري كان راجع من النفق شكله اتشابك في الحبل، واضطر يقطع الحبل علشان يفك نفسه،
وده كان قريب جدا ورا فار. وهو بيقطع الحبل علشان يفك نفسه، غالبا فقد إحساسه بالاتجاه وضاع في النفق. كل الوقت اللي قضاه وهو متشابك معناه إنه ببساطة خلص منه الهواء. مستحيل يكون قدر يوصل لأي مكان من النقطة دي وهو معاه هواء قليل كده. فقرب يدرك إن صاحبه مات وما فيش حاجة يقدر يعملها في الموقف ده. فقرب يجمع حاجته وبيتحرك راجع في النفق، وبيستعد يغوص في ال3 الممرات المغمورة بالمية اللي بينه وبين مخرج الكهف. بعدما فر وفريقه خرجوا من إيجين أوث، بدأت عملية إنقاذ. أول محاولة بدأت بعدها على طول اتأجلت بسبب ضعف الرؤية تحت المية. المحاولة الثانية اتعملت بعد 5 أيام مع جون باركر، لكنه قدر يوصل لمسافة قصيرة بس جوه الممر المغمور الرابع. ما لقاش جثة سولاري. محاولات بحث تانية اتعملت، وفي المجمل اتقضى 2760 ساعة عمل في البحث عن روجر سولاري، وبرغم كل المجهود ده جثته ما تلاقتش. 7 سنين بعد الحادثة في سنة 1981 فارو بيعمل غطسة تانية في الممر المغمور الرابع في آجن أولويد. هو لقى التجربة دي صادمة. هو دخل الكهف لمسافة 215 متر من غير ما يلاقي جيب هوا قبل ما يرجع. هو ما لقاش جثة سولاري. بعد 5 سنين كمان في سنة 1986 2 غواصين إيان رولاند وجوليان ووكر حققوا تقدماً كبيراً في السامب الرابع. هم لقوا جثة روجر سولاري على بعد 220 متر جوه السامب بعد حدود فارن السابقة بشوية. بس كان الموضوع خطر جداً إنهم يحاولوا يطلعوا الجثة وهم أصلاً ناقصهم هوا في مكان بعيد وصعب زي ده. سابوا جثة سولاري ولسه موجودة جوه السامب رقم 4 لحد النهاردة. مارتن فار بقى بعد كده واحد من أشهر غواصين الكهوف في العالم، وكسر أرقاماً قياسية وشارك في غطاسات تاريخية. دلوقتي هو بيعلم غطس الكهوف وكتب كذا كتاب عن خبرته. هسيب لكم لينك لكتابه عن الغطسة دي تحت الفيديو.